أي إنسان يتكلم أمامك بكلام اعلم أن الله هو الذي أنطقه بهذا الكلام في ذلك المكان في هذا الوقت تحديدا لحكمة وغاية يعلمها الله سبحانه وتعالى. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فلله عز وجل حكمة في كل شيء يدور في هذا الكون، كما قال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء في هذه الدنيا مقصود مرتب مدبر مقدر. تلاقي إمام الخطيب بتاع الجمعة من بين ألوف الموضوعات يتكلم عن شيء معين، الشيء ده هيكون رسالة لحد معين. إن الذي أتى به إلى المسجد هو الله، والذي أسمعه هذه الخطبة أو الموعظة هو الله. وربما تجد الخطيب اسأل كده الخطباء على المنبر يكون محضر موضوع معين، وتلاقيه راح في حتة تانية كده يتكلم في موضوع تاني خالص غير الموضوع اللي هو محضره، ولا كان على لسانه ولا كان في باله. فيكون الموضوع ده رسالة برضه لحد قاعد معين. لما تيجي تسأل الخطيب ده تقول له انت قلت كده، يقول لك والله ما اعرف، وانا قلت كده والله ما اعرف. هي رسالة من الله عز وجل. احد العلماء كان يشرح في كتاب رياض الصالحين، هو بيقول كده، بيقول وفجأة وانا لا ادري تحول الكلام مني الى احكام الطلاق، وتكلمت ان المرأة اذا طلقت يعني الاولاد بالدية، والمرأة ربما تمشي في الحرام، والرجل ينظر الى الحرام وكذا وكذا. قعد يتكلم في موضوع الطلاق وهو مش موضوعه اصلا. بعد ما خلص الدرس جه واحد سلم عليه قال له جزاك الله خير، انا والله كنت ناوي اطلق مراتي بعد الدرس، خفت من كلامك. فقال فعلمت لماذا انطقني الله بهذا الكلام. خلي بالك يا رسائل، ربنا بيبعت لكل واحد فينا رسالة في وقت معين، في زمن معين، في مكان معين هيرجعك. اوعى تقول اللي في حاجة في الدنيا صدفة، مفيش حاجة اسمها صدفة. خلي بالك في دين الإسلام. يعني ايه صدفة؟ يعني ايه صدفة؟ يقول لك انا شفت صدفة وقابلت صدفة واشتغلت صدفة وسافرت. يعني ايه صدفة؟ يعني مش مقدرة هي؟ يبقى نقوله هي كل حاجة ايه؟ مقدرة، ما نقولوش كل حاجة صدفة. ما مين يعني ربنا ما خلقهاش، ربنا ما كتبهاش، ربنا ما دبرهاش. ده اللي انا عايز اوصله لك النهارده، لكل حاجة في الدنيا دي بقدر وبدقة من الله سبحانه وتعالى. اي كلمة هتسمعها ربنا مقدر لك تسمع الكلمة دي في الوقت ده من فلان ده. خلي بالك. فعندما يكون الإنسان غارقا في ملذاته وفي معاصيه ومقصرا في حق الله، لا يعاجله الله بالعقوبة أولا لأنه حليم سبحانه وتعالى، إنما يرسل إليه رسائل توقظه من غفلته، كمرض أو مصيبة أو يسمع كلمة أو يسمع درس أو يسمع موعظة، فيكون هذا المرض أو هذه المصيبة أو هذه الموعظة رسالة من الله له. أنا عارف اللي في حد قاعد ربنا بعت له الكلام اللي أنا هقوله ده، والله ما كان درسي برضه ولا كان كلمتي النهارده. ما أعرفش إيه اللي خلاني أقول الكلمة دي. أنا عارف اللي هي رسالة لحد قاعد هو أنا بقول في نفسي، بقول أنا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ويرزقنا التوبة ويرزقكم التوبة، وتكون هذه الرسالة خالصة مني لإخواني. الله أعلم هي هتروح فين. والله يريد أن يتوب عليكم. بصوا الآية ليه؟ والله يريد أن يتوب عليكم. بصوا الناس، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكل حركة كل سكنة تدور حولك قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، لتفهم، لتعرف ليه. هي دي اللي أنا عايز أوصلها لك. حاول أن تفهم وتقرأ رسائل الله سبحانه وتعالى لك، تتفاعل معاها، تترجمها.
سيدنا عمرو بن العاص كان رئيس الجيش في بعثة النبي بعثها، كان الجو شديد قوي، خلاص اصبح جنب، فتيمم وما استحماش، ما عملش غسل. فالصحابه كان جديد عليها الموضوع دوت، صلى بيهم. لما راح شكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، ده ينفع يعني الحكم ده كان جديد ينفع؟ فالنبي قال له انت عملت كده ليه؟ قال له اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هو سمعها من الله ولا سمعها من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لكن المقصود إيه؟ دي رسالة من مين؟ ففهم سيدنا عمرو إن رسالة من الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تسمع كلمة مني أو من أي حد، هي مش مني ولا من حد، هي رسالة ربنا دخلها في ودنك عشان الكلمة دي تفضل أنت مش تنساها أبدا. من أسمائه سبحانه وتعالى القريب، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ستستشعر أن الله معك في كل تفاصيل حياتك. أتحدى أي إنسان يقول لي أنا لم تأتيني رسائل من الله عشان تتوب وعشان تخاف وعشان ترجع وعشان تندم. اتحداك لو ربنا ما بعتلكش مش رسالة 1000 رسالة. بس مين يفهم؟ اللي بيفهم صاحب القلب الطيب، اللي بيفهم صاحب القلب السليم. خلي بالك، اما القلوب القاسية، القلب الاعمى الذي امتلأ حسد وحقد وغل، هذا لا يفهم عن الله. بصوا القصة دي وحاول تفهمني. لما قتل ابن آدم الأول أخاه، خلي بالك في روايات اللي هو مسموع يعني اسم قابيل وهابيل في كلام مع العلماء، بس هنمشيها عشان نفهمه. لما قابيل قتل أخوه هابيل، لما الجثة بقت قدامه لسه أول مخلوق، مش عارف يعمل إيه. هو مش عارف يعمل إيه. لبعض العلماء قالوا شالوا على كتفه وفضل يجري بيه في الشوارع. لسه ربنا ما علمناش الدفن. ايه اللي يحصل؟ انا عايزك تفهم معايا الموقف وتفهم الرساله اللي انا عايز اقولها لك. قاعد هو حزين مش عارف يعمل ايه، فاخوه اللي قتله واخوه قدام منه، ربنا يبعت له غرابين قدام منه، الغرابين يتعاركوا مع بعض، واحد فيهم يموت الثاني، والقاتل ده يقعد يفحر برجليه، عمل حفرة زق أخوه فيها وعمل برجليه تاني دفن أخوه. رسالة ولا مش رسالة دي؟ أهي رسالة أهي. ربنا قال إيه؟ فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض، يحفر في الأرض ليواري سوءة أخيه، ده الغراب. لكن الإنسان عمل إيه؟ قعد كده ففهم يعني أنا أعمل كده يا رب. عمل إيه الإنسان؟ دفن وحفر وحط أخوه ردمه. منين جات له الرسالة دي؟ دي مش رسالة لابن آدم الأول، دي أصبحت رسالة لكل البشر. ده الغراب علمنا الدفن لكل البشر، واخد بالك؟ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري أداري يعني سوءة أخيه فأصبح من النادمين. هو ما حزنش على اللي هو قتل أخوه، هو حزن اللي اتعلم الدفن من الغراب. وأنا وأنت بنمر على عشرات المواقف المشابهة ولا نفهم رسالات الله. هذه المشكلة.